طيب في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن درجات الحرارة والرطوبة واتكلمنا عن توزيع الهواء. خلينا في الفيديو ده نتكلم عن حاجة بتأثر بشكل كبير جدا على الجودة بتاعة الناس أو جودة نظام التكييف بتاعي، وهو الصوت الناتج عن توزيع الهواء سواء بقى في المخارج أو الدكتات. الصوت مش دايما فرقوا ما بين الساوند والنويز، إن النويز بتاعي هو الصوت اللي بيضايق أو اللي بيعمل لي مشاكل أو بيعمل لي انتربشن مع النوم أو التركيز أو الكلام. أما الصوت فهو موجود، ما أقدرش أخليه صفر. يعني زي الصوت بنقدر نتعامل معاه. الصوت ليه تو فاكتورز. الفاكتور الاولاني هو ان انا عندي شده للصوت، صوت قوي او صوت ضعيف، ده اسمه الساوند بريشر. تمام. في حاجه تانية، الصوت غليظ ولا صوت رفيع. بالتالي الودن جهاز حساس جدا بيحس بيه الناحيتين دول. الساوند بريشر ازاي بقيسه او ازاي بعرفه؟ الساوند بريشر هو الافكتيف. ده اللمبه كده، ما انا بيبقى عندي شده الاضاءه بتاعتها مختلفه عن الواط او السورس بتاعي. ممكن تبقى لمبه 9 واط، شده الاضاءه بتاعتها بتتقاس بوحده ثانيه اسمها اللاكس، وبتختلف بقى على المكان بعيد قد ايه عن شده او عن اللمبه بتاعتي والعوامل المحيطه بيها. زي بالظبط كده في الصوت بيبقى ليه ساوند بريشر اللي انا بقدر اقيسه. ده افكت، يعني حاجه تاثير الصوت على مسافه معينه وبكونديشنز معينه. هل الروم بتاعتي دي معزوله ولا فيها ارتدادات؟ اما الساوند باور اقدر احسبه طبعا بالراجع، لما اقدر افصل التعديلات دي او الافكتات اللي انا دخلتها عشان اقيس، واقدر اطلع بيه الساوند باور. بس مش مفيد او مش هستخدمه بعد كده في الكالكول. تاني حاجه هو التردد بتاعي. التردد بتاعي هو عباره عن الصوت بتاعي هو موجه ساين ويف. طيب الساين ويف دي ليها يعني بتطلع وتنزل بالمنظر ده. بتعمل كام سايكل من دي؟ مشيت الساين ويف دي كام مره؟ ده اسمه التردد. عملت كام سايكل في الثانيه؟ ده اسمه التردد اللي بيتقاس بالهرتز. طبعا الصوت بتاعي الساوند بريشر بيتقاس بوحده الباسكال. تمام. الساوند باور بيتقاس بوحده الواط عادي جدا. بس دايما احنا هنلاقي حاجه اسمها الديسبل او الدي بي. الديسبل او الدي بي دي طريقه للقياس ممكن استخدمها مع اي حاجه مش بس الصوت يعني، وهي عشان خاطر بس تعمل تقليل في السكيل بتاعي. يعني ده لوغاريتميك سكيل. فبالتالي لما حتى بقول الساوند بريشر بعد كده هقوله بالديسبل، بس ده بس يبقى فاهمين ان دي وحده قياس، هي ريفرنس كده، يعني بتعمل لي زي لوغاريتميك. طبعا الصوت عندي بيبقى في انظمه التكييف عامل زي الاوركسترا كده، اصوات كتيره بترددات كتيره بشده صوت مختلف. عشان اقدر افسر الموضوع ده لازم ان انا ابدا اتعامل او اشوف بقى الترددات اللي انا مهمه بالنسبه لي. الترددات اللي ودني بتسمعها ما بين 20 هرتز ل 16000 هرتز، اللي احنا بنركز عليه في التكييف من 45 ل 11000 هرتز، 11200. عشان برضو اتخيل الموضوع ده، لو انا هتكلم على الفول سبيكترم يبقى انا عندي 45 46 لغايه 11000. ده حاجه كبيره جدا، صعب جدا التعامل معاها في التكييف او في الحاجات الطبيعيه لو ما عنديش ديتيلد اناليسيز للساوند. بس في الحاله دي بقسمها لاوكتاف باند. الاوكتاف باند هو بياخد مجموعه حزمه من، فبالتالي بيقول لك ان انا عندي معظم المصنعين بيشتغلوا على 8 اوكتاف باند. تمام. بيتعرفوا بالسنتر فريكوانسي بتاعي. فهلاقي عندي 63 125 250 500 1000 2000 4000 و8000. دول الثمانيه اوكتاف باند الاساسيين. هتلاقيهم مغطيين الرينج بتاعي من اول 45 لغايه 11000، وبالتالي قدرت اليمت شويه. تمام. انا هنا باخد يعني شبه المتوسط، يعني مش متوسط قوي، بس باخد تقريبا مجمع اجمالي الترددات اللي حصلت، الرينج بتاع التردد ده، الصوت بتاعهم او الشده بتاعت الصوت بتاعهم. فبالتالي كده بقى عندي 8 ارقام، عندي 8 ترددات او 8 اوكتاف باند، وعندي هنا نقدر نقول عندي الساوند بريشر بتاعي. هنتكلم بعد كده بالديسبل زي ما اتفقنا. الديسبل هو رينج، فبالتالي هنتكلم مثلا عندي هنا 45 50 ديسبل 60 70 ايا كان بقى الارقام بتاعتي. يبقى انا كده عندي 8 ارقام، عندي 8 اوكتاف باند. اي مصنع هتلاقيه بيدي لك الثمان ارقام دي، سواء ايرهاند فانكول يونت، سواء اي معده هتلاقيه بيدي لك الثمان. في النهايه طيب انا عايز رقم واحد. في طرق كتيره بتقدر تعمل لي زي فلتر كده لودنك بتحس بالترددات والصوت دي عامله ازاي. ودننا جهاز سيلكتيف جدا، فبالتالي هو ممكن صوت قوته عاليه بتردد مختلف يحس بيه بطريقه مختلفه عن صوت بتردد وشده مختلفه. فبالتالي مش بس الصوت العالي او القوه بتاعت الصوت هي اللي بتفرق معايا، كمان التردد بيفرق معايا. فبيتعمل طرق بتسمى سنجل نمبر ريتنج ميثودز. في منها طبعا الدي بي اي الاشهر في الحاجات الاوت دور، والدي بي بي والدي بي سي. تمام. وفي الحاجات زي النويز كرايتيريا والروم كرايتيريا. دول الاشهر في مجال الحاجات الاندور. سواء بقى الان سي طبعا اسهل والاشهر واللي الناس كلها في المخارج بتتعامل بيها. بيبدا هو ياخد البريشرز اللي هو طلعها ويوقعها على الكيرف اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي هو الكيرف الخاص بالان سي. الكيرف اللي هو بالازرق ده كيرف بتاع الطريقه نفسها. انا بوقع النقط بتاعتي اللي هي بالاحمر، وصلت ما بينهم واشوف انا اكبر ان سي خبطت فيه كده. بالتالي هتلاقي هنا هو طبعا بيدي فاليو اكتر
للترددات المرتفعه. تمام، هتلاقي التردد المرتفع تمام حتى لو البريشر بتاعه منخفض بس هو بيدي صوت عالي، بيدي افكت عالي في ودني، فبالتالي الودن دايما الافكت بتاع الترددات العاليه اكبر. بالتالي هنا هتلاقي هو بيدي ويت اكتر للترددات المنخفضه، بيدي ويت اكبر للترددات المرتفعه. بالتالي هنا هلاقي نفس يعني ال NC 20 لو انا عندي مصدر مثلا 8000 هرتز عامل ساوند بريشر بس 15 مثلا دي بي، نفس الصوت ده لو انا عندي مثلا حاجه مصدر 63 التردد بتاعه وعمل شده صوت بعد هنا ال 15 بريشر تقريبا مساويه لودني مع ال 50 بريشر بس عن ترددات مختلفه. ده اللي بيحصل لمعظم المصنعين، ان هو بيبدا ياخد الكومبينيشن دي ويبدا يقول لك والله المخرج عند السرعه الفلانيه بالكميه الهواء الفلانيه بيديك نويز كرايتيريا معينه. النويز كرايتيريا اللي احنا المفروض نبدا نشتغل عليها طبقا لسبيكس المشروع او طبقا للريكومنديشنز بتاعت اشري. هتلاقي هنا اشري على كل ابلكيشن بتقول لك والله هنا اشتغل على 30، هنا اشتغل على مثلا 40 في الكوريدورز، سواء ان سي او ار سي. ار سي بتديك بس سكه ثانيه كده في الصوت، بتقول لك لو في الصوت فيه مشكله ثانيه او حاجه زي كده، بس الان سي هي الاشهر والاكثر. وطبعا عندنا الدي بي اي او الجزء بتاع الحاجات الاوتدور لو بنتعامل بقى مع كولينج تاور او تشيلر او حاجه زي كده بيبقى ده المهم، لان ده الافكت اللي هو خارجي اكتر. كده يبقى احنا فهمنا المعنى بتاع النويز وتاثيره علينا ازاي. خلينا في الفيديو الجاي نبدا نتكلم بقى على انواع المخارج الهواء وازاي بصنفهم وامتى اشتغل بكل نوع في المكان بتاعه.